الكره مشات بسنتيمترات على المرمى. سيف الدين بورا المدرب البلجيكي اللي خدا زمام الامور التقنيه بدلا من الاسباني خوان كارلوس غاريدو. كان طموحه كبير بانه يتوج بلقب دوري ابطال افريقيا. كنعرفوا القيمه ديال هذا الكاس القاريه، ولكن ما سعفتوش الحظوظ. البحث دائما على لما لا معانقه لقب مع فريق الوداد، وان كان يمكن نقول بان المدربين المغاربه اكثر. هذه فرصه والهدف. ايوب العبلود في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. التمريره كانت ممتازه. ايوب العبلود ينطلق وراء ظهر المدافعين ويضع الكره في الشباك. هدف اول وفرحه لجماهير فريق الوداد. اذا النتيجه تغيرت هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تمريره ممتازه. ايوب العبلود في ادواره الهجوميه يتمكن من وضع الكره في الشباك. دون يا سفين، دون كل كبيره وصغيره، باعتبار حتى الان بان لقاء الجيش والرجاء 0 لمثله، وايوب العبلود يضع الكره في الشباك. تقدم لفائده فريق الوداد. لاحظوا هدف جميل لفائده الوداد. ايوب العبلود ازدواجي على مستوى الادوار، الدور الدفاعي والدور الهجومي. تمريره من هشام بن سفيان لايوب العبلود ما زاد ما نقص، حتى الكره ما خلاهاش تسقط الارض، وبالتالي هدف اول لفائده فريق الوداد بواسطه كنقول المتالق ايوب العبلود اللي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. اذا الهدف اول لفائده فريق الوداد. خرجت واحد من اللاعبين ومن نقول له ربح كبير بالنسبه لفريق الوداد، سيف الدين بورا اللي لعب المغرب الفاسي وشباب المحمديه، وكذلك الفريق سريع واتزم. امامنا سيف الدين بورا هو اللي غيستعد لتنفيذ هذه الزاويه. صعود امين ابو الفتح البحث عن الضربات الراسيه ومحاوله استثمار هذه الزاويه وهذه الكره الثابته. سيف الدين بورا يسعى بتنفيذ لعبات الكره. خروج الحارس هشام العلوش اللي كيبع هذه الكره. هشام بوسفيان الراسيه ديال اي هدف واي تسديده للعبيد يحيى جبران. يحيى جبران يضع الكره في الشباك. هدف ممتاز لفائده فريق الوداد. تسديده تعانق شباك الحارس هشام العلوش، لا تصد ولا ترد. يحيى جبران في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره، وهدف ثاني لفائده فريق الوداد بواسطه يحيى جبران. نلاحظوا الفرحه الكبيره ديال اللاعبين وكذلك ديال الجماهير الحمراء، جماهير فريق الوداد الرياضي البيضاوي، كذلك للمدرب سفين فان دين بروك وللطاقم التقني. هدف ثاني سيريح الاعصاب في انتظار وصول اخبار ساره من مدينه الرباط. نتابع هذه المحاوله. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل هشام العلوش. رجعت الكره من هشام بن سفيان الراسيه ديال بوليسابو جونيور، ما سقطتش الكره، ما نزلاتش الكره بطريقه ممتازه. يحيى جبران هدف لاحظوا من زاويه اخرى، صراحه هدف جميل من قائد ومن عميد فريق الوداد يحيى جبران الذي يضع الكره في الشباك بطريقه صراحه. شباب السوالم سيستقبل اولمبيك اسفي المولديه وجديه في مواجهه المغرب التطواني. اولمبيك خرج الاتحاد الرياضي التركي، والرجاء سيواجه فريق الدفاع الحسن الجديدي. هذا هو برنامج الجوله الاخيره، وقد تكون جوله الحسم في انتظار نهايه المباريات. فرصه ما تميزوا الهدف. معطي تميزوا يدخل منذ قليل، يتمكن من وضع الكره في الشباك. تلعبات الكره بسرعه. معطي تميزوا وراء ظهر المدافعين، ينسل ويضع الكره في شباك الحارس يوسف مطيع. هدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي اللي كيتمكن من احراز الهدف بواسطه معطي تميزوا، اللي غيخلي بانه الدقائق المتبقيه من المباراه ستكون اكثر اثاره واكثر تشويق. نتابع هذه المحاوله ونتابع هذه التمريره الممتازه لمعطي تميزوا الذي تميز دائما ب يعني وضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق شباب السوالم. اذا اصبحت النتيجه جوج الاهداف يمكن يسجلوا شباب السوالم، فقد يمنح اللقب لفريق الجيش الملكي، وهذه كلها كتخلي هناك ضغوطات بالنسبه لفريق الوداد. ايمن الحسوني في الوسط، ايمن الحسوني هناك مؤيد لافع على مستوى الجهه اليسرى، لافي كيمرر في اتجاه اللاعب رضا الجعدي، الجعدي ليحيى عطيه الله مره اخرى. رضا الجعدي ترجع الكره للمدافع يحيى الندراني،
كيمرر في اتجاه لاعب جبران. هناك انطلاقه ايوب العبلود، فرصه لبدايه فريق الوداد. ايوب العبلود، ايمن الحسوني تمكن من التمرير لمحمد اونيا، جاب رفعات الكره. هذه فرصه الهداف بولي سامبو جونيور في المكان المناسب يودع الكره في الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الوداد. كنقول بانه هدف سيريح الاعصاب، لان هدف اللي سجلوا معطي تميزه، فخلى بانه فريق الوداد ما عندوش خيار اخر الا انه يبحث على هدف ثالث تفاديا لمفاجات الثواني والدقائق الاخيره. يظهر الهداف ويظهر السنغالي بولي سامبو جونيور بهدف جميل، هدف ثالث. لاحظوا زبين ماندير بروك، كنقول بانه هدف كما قلت بانه سيريح الاعصاب. نتابع مره اخرى. وصلت الكره لمحمد اونيا، جمع تمريره من ايمن الحسوني، رفع الكره بولي سامبو جونيور. هذو هما الكرات اللي كيبحث عليهم في الوقت اللي كان هناك تقدم شعبه ديال هشام العلوش، وبالتالي الكره تعانق الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الوداد، والهدف الثالث عشر لبولي سامبو جونيور، وبالتالي كيوسع الفارق على حمزه النوري لهدفين. إذا بولي سامبو جونيور هداف الدوري الاحترافي حتى الآن، هدف ثالث. فرحة كبيرة لبولي سامبو جونيور.